جمبري كريسبي بدون قلي في الفرن وفي الاير فراير. هقول لكم طريقتين للتسويه، وهقول لكم كمان على 4 اسرار لنجاح الجمبري. تعالوا اقول لكم الطريقه، يلا بينا. اول سر معانا، الجمبري لازم يكون ناشف تماما من الميه عشان يساعد ان هو يبقى كريسبي. بغسله كويس وبحطه في مصفى، نزل اي ميه زياده. كمان باكد عليه بالمناديل، لازم يكون شايفين جاف تماما من اي سوائل. وبعدين نيجي للتتبيله اللي هي برضو تاني سر معانا. هحتاج معلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من الزبادي. المستردة مع الاسماك بيبقى طعمها حلو جدا، وهيعملوا كماده ستيكي كده، خلوا الدقيق يمسك على الجمبري ويساعده انه يبقى كريسبي. وهحتاج طبعا السي فود بيحب الليمون، هحتاج عصير ليمونه، وهحتاج كمان خليط من التوابل بسيط خالص، يعني الجمبري ما بيحبش توابل كتير. ملح وفلفل اسود، كمون وكزبره، رشه بسيطه قوي من الشطه، يعني هتخلي الطعم كده حلو معانا. وهقلب التتبيله دي كويس قوي كده. التتبيله جاهزه. هبدا احط الجمبري في التتبيله بتاعتي، شايفين ما فيهوش اي ميه خالص. وهوزع كده التتبيله كويس على الجمبري. تقدروا تسيبوا الجمبري في التتبيله دي نص ساعه او ليله كامله، او تشتغلوا بيها على طول زي ما تحبوا. وبعدين نيجي لطبقه الكفر اللي بتخلي الجمبري كريسبي جدا. انا مستخدمه كوبايه من الدقيق، عليها كيس فيجيتار بيخلي الطعم حلو جدا. ممكن نستغنى عنه بخليط من التوابل اللي ظهروا قدامكم دلوقتي. وكمان السر الثالث معانا، معلقه من النشا. النشا هتساعد كمان ان الجمبري يكون كريسبي. معلقه صغيره من الكاري عشان تخلي اللون ذهبي كده وجميل. نقدر نبدل الدقيق الابيض بدقيق الشوفان او البقسماط حبه كامله. واقلب كده الخلطه الجميله دي كويس قوي. وهخلي جنبي الصينيه جاهزه اللي انا هسوي فيها الجمبري. صينيه تيفال، افضل انها تكون تيفال مش بتلزق. مسحاها مسحه كويسه كده بالزيت. وبعدين هجيب الجمبري احطه كده في الدقيق، وهو عشان فيه مستردة وزبادي فالدقيق هيلزق عليه كويس قوي لحد ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهعمل كده لحد ما اخلص كميه الجمبري بتاعتي كلها. وبعدين نيجي لرابع سر معانا، وهو التسويه. اهم سر فيهم، اول حاجه لو هنسويه في الفرن، اول حاجه نرصه بعيد عن بعض، يكون في بينه مسافات علشان ما نسحموش ويبقى كريسبي كويس. تاني حاجه، لو عندنا صينيه، لو عندنا شبكه نقدر نحطها فوق الصينيه ونرص عليها الجمبري، يكون افضل، هيكون مقرمش اكتر. ثالث حاجه واهم حاجه، درجه حراره الفرن. الجمبري من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا، عشان كده احنا لازم نسويه على درجه حراره عاليه لمده قليله. درجه حراره من 200 ل 220 هتكون مثاليه جدا. نحطه في الرف اللي في النص، اول ما ياخد لون ذهبي نطلعه على طول. يعني لو اتحمر من تحت نقلبه على الوش التاني، او نقدر نشغله الشوايه. هياخد 10 دقايق في الفرن مش اكتر من كده، يعني اقصى مده ربع ساعه. لو سيبناه مده طويله جدا في الفرن هينشف قوي قوي وهيبقى مش حلو خالص. ودي كده طريقه الفرن. انا هسوي شويه في الفرن وهسوي شويه في الاير فراير. لو عندنا اير فراير نقدر ان احنا نحطه في الاير فراير على درجه حراره 180. هياخد تقريبا برضو 10 دقايق بس مش اكتر من كده. في نص مده التسويه نقدر نقلبه وما نحطوش على بعض، نحطه كده مفرود عشان يقدر ان هو يقرمش كويس. طبعا سواء في الفرن او في الاير فراير هنحتاج مسحه بسيطه بالزيت كده على الوش. نمسحه كده مسحه بسيطه بالزيت، زيت زيتون او سمنه يعني حسب المتوفر عندنا. ولو عندنا بخاخ زيت نقدر نستعمله. يلا بينا. بجد ألذ ساندوتش ممكن تاكلوه هو ساندوتش الجمبري الكريسبي. وده كده شكل الجمبري اللي طالع من الاير فراير. اخد بالظبط 10 دقايق وكان استوى. وده كده الجمبري المعمول في الفرن. انبهرت بالنتيجه بتاعته بصراحه، طلع كريسبي جدا وتحفه. اهم حاجه سبت الفرن يسخن كويس على درجه حراره 220. عدوا بالظبط 7 دقايق واطفوا من تحت وشغلوا الشوايه بس من فوق عشان ياخد اللون الجميل ده. بلاش تسيبوه كتير قوي من تحت عشان ما يتحرقش، بيبقى جوسي وخطير. شايفين من جوه الجمبري مش ناشف ابدا. اخد 10 دقايق بس للتسويه وكان كريسبي وخطير كده. تعالوا بقى نسمع صوت قرمشه الاير فراير والفرن. دي كده المعموله في الاير فراير. الفرق بس انها اخدت لون من فوق ومن تحت بنفس الدرجه، لكن اللي في الفرن يعني غمقت من تحت شويه اكتر من فوق. دي كده اير فراير. الاثنين كريسبي والاثنين حلوين جدا. الوصفه دي تحفه لعشاق الجمبري اللي زي كده. الفرق الوحيد بس بالنسبه لي ان اللي في الفرن اخدت لون زياده شويه من تحت، لكن اللي في الاير فراير لا. افضل طريقه بالنسبه لي ان انا اكل بيها الوصفه دي وانا صغيره، بالنسبه لي ده نوستالجيا. يعني كنت بحب اجيب عيش واعمل صوص عباره عن كاتشب ومايونيز، اخلطهم مع بعض مع رشه من الملح وافرده كده كويس على العيش.
بس انا ما عنديش مايونيز فما عملتش الصوص اللي انا كنت بحبه ده. كده شويه من الكاتشب وارص الجمبري، وكنت بصراحه بحب استمتع بيه على هيئه ساندوتش جدا يوم الجمعه، او ممكن تاكلوه مع باستا وايت صوص حسب ما تحب. بجد الوصفه تحفه، جربوها يوم الجمعه. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير، عشان الحاجات البسيطه دي بتساعدني ان انا اكمل. والتزموا بالاسرار وقولوا لي في الكومنت. وانجوي.